رحنا عند الحاج حمدي زدان واولاده في ديار بالبلد، لازم لما تعدي من هناك تاكل من عنده. المكان على قديمه خالص وما بيفتحش غير بعد المغرب. حمدي زدان في ديار بنجم بيسوي الطرب على صهد الفحم. وريهم كده يا حاج عبد الله، مش على الفحم، على الصهد الراحه السخون. دي يا معاذ، الراحه دي الواحد الريحه جاع. ضربت وشكله جوسي، هو ده اللي اتقال عليه جوسي بقى. ومتخصص في المشويات وما بيعملش غير 4 حاجات بس: كفته وطرب وكبده وحواوشي. وممكن تاخدهم سندوتشات او طلب زي ده كده، والاسعار هناك ما شفتش احلى منها. والصراحه الراجل ده بيعمل طرب ما شفتش في حلاوته. عشاق الاكل بس اللي يفهموا الكلام ده. اي نعم هو تقيل حبتين 3 بس جامد قوي. صباع طرب ده ايه؟ ديناميت، حربت على طول. خرابي خرابي. الفيديو دوت طبعا لمين؟ اللي ما عندوش حبيب. الساعه الثانيه ليله تيجي هنا تاخد لك الطرب. الطرب هيحبك وانت هتحبه. لا حبيب ولا تقعد تتكلم على السرير. هو ده هنا الحب والعشق يعني. والحواوشي هناك حلو حلاوه مش طبيعيه والله. هتدوق حواوشي هنا يا معاذ ما دوقتوش في حياتك. شويه حواوشي في قلبك. يا جدعان الحواوشي هنا عالمي. الحواوشي هنا عالمي. والصراحة احنا اتبسطنا قوي هناك، ومعاذ طلع متكيف على الاخر. وبعد الاكل الجامد ده لازم تحبس لك بواحد شاي من عندهم، هيعجبك قوي. شوية شاي على الفحم يا معاذ. يصلحوا ايه؟ يصلح معامل الطرب، فالطرب وهو يجي الدنيا. شويه شاي برضه لزوم الرجيم، حرق شويه دهون، اي حاجه برضه راضي النفس. وشكر خاص لاسماعيل زيدان واخوه على حسن الضيافة. ومفيش مانع وانت ماشي تضرب لك واحد بطيخ من عند الرشيدي، بيدخل القلب على طول. والله شويه بطيخ في الحر ده يخشوا يسرسحوا. خرابي لما تكون مرميناهم على السلة. وبس كده، استنونا في زيارات تانية لديار بنجم.